السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قلنا هنعمل معاكم وصفة حلوة جدا للجمبري. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، بس يا ريت قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا ونقول معانا المكونات ايه، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي اشعار مننا. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم مع كومنت حلو كده يحفزنا. يلا بقى نسمي الله ونقول معانا ايه. معايا هنا هعمل الوصفة بتاعتي النهارده مكرونة بالجمبري بصوص كده حلو بالكريمه اللباني وصوص الجبن. يلا بقى نبدا بسم الله. نقول معانا ايه. معايا هنا مكرونه. المكرونه دي بيتقال عليها مكرونه سوست. النوع ده حلو جدا، انكاره ده جميل جدا. هي مش غاليه، تقريبا ب9 جنيه الكيس، مش والكيس كتير تقريبا 400 جرام. انا مش هستخدم الكيس كله لان هعمل كميه صغيره، فاخدت نص الكيس بس. سلقته، وبعد ما سلقته جبته اهو جهزته معاكم. وبعد كده معايا هنا حبه جبن، جبنه موتزاريلا على جبنه شيدر، ميكس يعني كده. ومعايا هنا الجمبري بتاعي منضفاه وغسلاه كويس، ومعايا معلقتين دقيق، ومعايا هنا كوبايه كريمه لباني. لو مش متوفر عندك الكريمه لباني تقدري تضيفي كوبايه لبن. يلا بقى، ومعايا معلقتين زبده او سمنه. ويلا بيجي لنا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنبدا الوصفه بتاعتنا ونعملها ازاي. وجينا بقى على البوتاجاز بتاعنا، هجيب الطاسه بتاعتي احط فيها معلقه سمنه او زبده اللي متوفر عندك. انا هحط معلقه سمنه، مش هكتر. اول حاجه هشوح الجمبري بتاعي في السمنه واديله التوابل بتاعته. هنزل بقى بالجمبري بتاعي. انا بقى مش هكتر، هكتفي بالكميه دي لان هعمل طبق صغير بس، لاني عندي في البيت جوزي مش بياكل المكرونات كتير. هحط البهارات بتاعتي دلوقتي بقى. بعد ما الجمبري بتاعي خد تشويحه حلوه كده، هركنهم بقى على جنب في الطاسه، وهنزل بمعلقتين الدقيق بتوعي هقلبهم كويس. يستحسن ان انت ما تضيفيش اي بهارات على الجمبري الا بعد ما تعملي صوص، هو زي صوص البشاميل كده. هحمر الدقيق بتاعها كويس. وهتكوني مجهزه كوبايه كريمه، او لو مش متوفر عندك الكريمه تقدري تضيفي لبن، مفيش اي مشاكل. وبعد كده تظبطي البهارات بتاعتك. هنزل بقى بالكريمه. اول ما بياخد معايا اللون هروح نازله على طول بكوبايه الكريمه. لو انت بقى وصلت لحد هنا في الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي اشعار مننا. ما تنسوش اللايك بتاعكم لان هو اللي بيرفع الفيديو. خلاص كده، هنزل بقى بسم الله. هنا بقى انا مش عايزاه تقيل كده، هضيف له حبه لبن. وهقلبه، وبعد كده هقلب الجمبري بتاعي معاهم. وبعد كده انزل بصوص بتشكيله الجبن اللي معايا. هظبط بقى الملح بتاعي. حبه صغيرين شطه علشان ما يغمقش معايا. احط حبه كاري صغيرين جدا.
لو تقدري تكتفي بالكمون مفيش اي مشاكل. هنزل بقى معايا بالجبن. اول ما الجبنه تفك معايا كلها وتسيح هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي. خلاص كده هنزل بالمكرونه. وكده اكون خلصت الوصفه بتاعتي. هغرفها بقى وارجع لكم. جيب الطبق فين ولا فين؟ وده بقى يكون الوصفه بتاعتنا النهارده. اتمنى يعجبكم. بصراحه طعمه حلو جدا جدا جدا. اتمنى بقى الفيديو النهارده يعجبكم ووصفه النهارده تكون خفيفه على قلبكم كده. لو انت اول مره تشوفوا القناه بتاعتي يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي اشعار مننا. اتمنى تضع لايك مع كومنت حلو وتقولوا رايكم في الوصفه النهارده، واللي هيجرب هيقول ايه رايه، وانا واثقه انها تعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.